طبعا بمؤازرة جماهيرية كبيرة جدا كما نشاهد المدرجات يعني تغص بالمشجعين بالعاشقين التاريخية في كرة اسبانيا، وأمضى على موسم رائع الموسم الماضي بينما انقلبت الصورة بالكامل. طويلة من جانب البرازيلي أليكس تيلس، نجم المغربي الكبير يوسف نصيري على مقاعد البدلاء، فوز بعد قدوم غارسيا في 4 ابريل الماضي. جميل جدا من باتشيكو وانقاذ لفرصة هدف حقيقي بعد اخفاق كبير في الموجودة. كرة مباشرة في احضان ديمتروف. رافامير يمر، رافامير يواصل مش اللقطة. هذه إعادة للكرة الأولى، الكرة التي بدأت من اسبانيول وتحولت باتجاه فريق اسبانيول يلعب ب5 لاعبين قادمين بعقوبة وغناجح. براين جال ينقل كرة في الجبهة اليسرى حتى الآن أكثر عملا نيول، وخطأ ضد براين جال. كما قلت براين جال كان خيار هذه الكرة. محاولة من جديد عميقة، رافامير على الطائر. هذه كراته، هذه لقطاته. رافامير لاعب خطير، لاعب يجيد التمركز ويجيد الى جانب يعني هذا الجمهور وخلفه هذا الجمهور العريض والكبير جدا. لقطة السوسو، كرة طويلة عميقة مباشرة وبعيدة عن شباك باتش اليسرى، لكن العرضية تفتقد لمتابعة هجوم. الخطر باقي، عرضية رافامير في الانتظار، لكن اوسكار جال كان الأس. ركنية لصالح سيفيا خطيرة في القائم الأول، خطيرة لصالح سيفيا. رافامير لا يكتمل. حكم اللقاء في انتظار الفار، في انتظار قرار من حكم اللقاء يشير إلى صحة الهدف يعني نجا من إمكانية احتساب التسلل ليفرح بهدف السابق. عرضية من باب جايي، رافامير لم يتابع الكرة، المتابعة كانت من براين أوليفان، والنهاية السعيدة بتسديدة على يسار فرناندو باتشيكو من موهوب نادي اليمنى لمصلحة خيسوس نافاس. كرة مباشرة في أحضان فرناندو باتشيكو، كرة يحتضنها باتشيكو. ميلاميد محاولة المراوغة، مرور من البرازيلي تاشر في منطقة الجزاء. كرة على الجبهة اليمنى في المرمى، هدف التعادل لصالح اسبانيول، لكن راية جديدة والغاء سريع لهدف داردار. إذن عودة للفار مرة أخرى، هذه المرة إشارة إلى هدف التعادل، يعني بأنه من خلال اللمسة الأولى كان الوضع شرعي تماما لخوسيلو، لكن ننتظر هل سجل الهدف باسم دفاع اشبيليا باسم المهاجم خوسيلو، لأنه خوسيلو كما قلت هو العلامة المضيئة الوحيدة لنادي اسبانيول. فرنانديز ديلاتوري، كورة بالراس عالية، لمسة عرضية داخل منطقة الجزاء بالراس. كريم ركيك دي الاضطراري، خيسوس نافاس لإبعاد الخطر. هذه اللقطة الأخيرة خطر خوسيلو، لأنه خوسيلو كما قلت هو العلامة المضيئة الوحيدة لنادي اسبانيول. فرنانديز ديلاتوري، كورة بالراس عالية، لمسة عرضية داخل منطقة الجزاء بالراس. كريم ركيك دي الاضطراري، خيسوس نافاس لإبعاد الخطر. هذه اللقطة الأخيرة خطر خوسيلو، لأنه خوسيلو كما قلت العلامة المضيئة الوحيدة لنادي اسبانيول. فرنانديز ديلاتوري، كورة بالراس، بواتو، جول بواتو يسجل، ومدرب اسبانيول يحتفل، وفريق اسبانيول يعود من بعيد بهدف رائع من تقول لو كان بونو ما بين الخشبات كان الحديث مغاير، كان له شكل آخر. كرة عند جويدالي، جويدالي من بعيد يحاول الرد، وأنصار نادي إشبيليا وإدارة النادي أيضا أو لسه لدينا دقيقة وبضعة ثواني لنبحث عن الحل في اللحظات الأخيرة. جويدالي، كرة في المتناول في أيدي الأول المثير جدا النجم المغربي يوسف نصيري. نفسية حتى الآن لم يستبدل أي لاعب لصالح اسبانيول، لكن عودة باب جاي. ياسين بونو دائما تحت المنظار، تحت المجهر. المغربي الكبير ياسين بونو إلى جزال الوقت مبكر. مناولة عرضية، الاشتباك الحاصل ما بين نصيري ودفاع اسبانيول. جال
مناولة عرضية خطيرة. بعد من ذلك الإعادة من جديد للقطة السابقة. نصيري كان يعني تعرض لعملية شد واضحة صريحة لكن لم تأتي أي إشارة. خيساس ينقل عرضية خطيرة في أيدي باتشيكو مما شاهدوا. خوسيلو هياها عرضية من درس سواريز. خوسيلو نتائج أقل من المنتظر. يوسف نصيري يرتقي. عرضية خطيرة، كرة بالراس في أحضان الحارس ديمتروفيتش في مكان على إبقاء الشباك. الحارس سريعة باتجاه نافاس، خطيرة خيساس. بابكاي عرضية خطيرة بالراس، متابعة من كامبوس. الكرة تعلو وقع عن طريق خيساس. نافاس الوحيد حتى الآن. كرة بالراس من يوسف نصيري ثابتة. الراكيتيتش عرضية من إيفان الراكيتيتش. كرة يخرج الدفاع. تأتي بالجديد بابكاي يراوغ ويتعثر وحكم اللقاء يؤشر إلى علامة التقدم متواصل. كامبوس يتقدم. لوكاس هدف التعادل لصالح اشبيليا. هدف ثاني، هدف التعادل بقدم الأرجنتيني. الدفاع وأكونيا في المتابعة. لقطة خطيرة أكونيا، كرة في المرمى